عمرك قريت معلومه من كتاب او شفت معلومه في فيديو وحسيت ان المعلومه دي مفيده فعلا، بس بعد ما قراتها ما افتكرتهاش، او حتى سجلت المعلومه دي في تطبيق زي جوجل كيب او نوشن بس في مكان عشوائي ومش منظم، فبتعرف المعلومه المفيده دي بس في الاخر مش بتعمل بيها حاجه؟ في فيديو النهارده ان شاء الله هشرح تمبلت على نوشن اسمه السكند برين او العقل الثاني، وفكرته الرئيسيه جايه من كتاب دياجو فريتيه اسمه السكند برين، واللي ممكن ان شاء الله نعمل عنه فيديو في المستقبل. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. هشرح نظام السكند برين وفكرته سريعا، وبعد كده ان شاء الله هنقل على النوشن ونشرح التمبلت. باختصار النظام اللي هيتعمل على النوشن كالتالي: اسمه بارا سيستم، هو مختصر من 4 حروف: البي بروجكتس او المشاريع، الاي ارياز او المساحات يعني، الار ريسورسز، الاي التاني اركايف او الارشيف. البروجكتس بتمثل الحاجات اللي انت شغال عليها وليها نهايه محدده، زي ان انت تعمل فيديو على اليوتيوب مثلا ليه نهايه محدده. الارياز الحاجات اللي انت شغال عليها بس ملهاش نهايه محدده، زي تعلم لغه مثلا ملهاش نهايه. الريسورسز لو الحاجه دي مش في البروجكتس او الاريا. الاركايف هي الحاجات اللي من الارياز او البروجكتس اللي خلصت او مش تعملها تاني. اول حاجه بتتعمل في نظام بارا هي كابشر، او ان انت تكتب المعلومه اللي انت عرفتها، يعني مثلا بتقرا كتاب وعرفت منه معلومه فبتكتبها في كابشر، او عرفت معلومه من فيديو على اليوتيوب مثلا، وهكذا. بعد ما بتسجل المعلومه دي بتدخل في مرحله ثانيه واللي هي اورجنايز او تنظيم للمعلومه، بان انت تحط المعلومه اللي انت عرفتها دي في حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها، سواء ارياز او بروجكتس او ريسورسز، والحاجات اللي خلصت بتتحط في اركايف. فالملاحظه بتتحول من مجرد ملاحظه لحاجه انت تقدر تحولها لفعل. دورت كتير على تمبلت بيطبق الكلام ده على نوشن لحد ما لقيت التمبلت اللي احنا هنشرح عليه النهارده. الفيديو الاصلي لصاحبه التمبلت والتمبلت نفسه هتلاقيه في الديسكربشن، وفي الفيديو ده بتشرح ازاي عملته. الفيديو ده حوالي ساعه، بس لو عايز تعرف التمبلت ازاي اتعمل ممكن تتفرج عليه. لما جيت استخدم التمبلت حسيت استخدامه صعب شويه، فعلشان كده عملت الفيديو ده علشان اشرح التمبلت. يعني الفيديو ده مش شرح ازاي التمبلت اتعمل، هو شرح ازاي تستخدم التمبلت. ودلوقتي ننقل على اللابتوب علشان نشوف ازاي نستخدمه. ماشي، اول ما تفتح اللينك اللي تحت في الديسكربشن هتلاقي الصفحه دي ظهرت لك، هتضغط على العلامه دي علشان تنقلها عندك على نوشن. فلو ضغطنا هنا نضغط على اوبن كده، هو بيفتحها في الابلكيشن اللي على الويندوز. نضغط اد تو برايفت، بس انا عشان ضايفها قبل كده فمش هضيفها. اول ما تفتح هتلاقي الصفحه دي ظهرت قدامك. ده شكل التمبلت، هتلاقيه متقسم لكذا حاجه. اول حاجه عندك هنا اكشنز، وهنا اورجنايز، وهنا اد نوت. اكشنز هتلاقي فيها كابشر اللي احنا قلنا عليها، وهتلاقي البروجكتس والاريا والريسورسز الحاجات اللي احنا عملنا لها كابشر بنعمل لها اورجنايز في الحته دي. وهنا اركايفد دي الحاجات اللي احنا خلاص خلصناها. وهنا تو شير دي حاجه من البروجكتس او الارياز اللي هنعمل بيها حاجه، زي مثلا فيديو يوتيوب او كتابه حاجه او كده. فدلوقتي هندخل في كل واحده وهنشرح ازاي تستعملها. فاول حاجه ندخل عليها كابشر. كابشر دي الحته اللي بتكتب فيها الملاحظه. فلو دخلت على كابشر هنا هتلاقي هنا مكتوب التاريخ، وهنا هتلاقي كل النوتس اللي انت كتبتها متقسمه بالشهور، وبيتعمل كده تلقائي مش انت اللي بتعمل. فهتلاقي الداتابيز دي بالشكل ده. اول حاجه في الداتابيز النيم، او ده النوت اللي انت بتضيفها. تاني حاجه التايب، يعني النوت دي انت كتبتها هي نوت يعني انت اللي كاتبها من دماغك، او ويب كليب واخدها من موقع مثلا، او تويت مثلا، او فايل. بعد كده عندنا التاجز ودي انت بتحددها، زي مثلا في هنا لغه، في هنا نوشن، في هنا اسبانيش او كده. انت اللي بتكتب التاجز دي علشان تعرف تقسمها بعد كده. وهنا السورس اللي جبت منه الملحوظه دي، فلو تويت مثلا بتحط اللينك بتاعه وهكذا. اتاتشمنت لو النوت دي جايبها من ملف بي دي اف وعايز تحطه. بعد كده هتلاقي هنا علامه الشير وعلامه الاركايف. علامه الشير يعني النوت اللي احنا كتبناها هنستخدمها في حاجه بعد كده، ان احنا نشيرها بعد كده، يعني مثلا نعمل منها فيديو يوتيوب او كده. النوت دي احنا مش هنعمل بيها حاجه فهنحطها في الارشيف. وبعد كده عندك بروجكت بروجريس، ودي تبع البروجكت هنبقى نشرحها هناك. وبس كده، دي الداتابيز بتاعه الكابشر. طب انا بقرا كتاب مثلا لو عرفت معلومه جديده وعايز اسجلها، هرجع هنا هلاقي هنا بوتون او زرار، لو ضغطت عليه بيفتح لي صفحه في كابشر نفسها. يعني بدل ما ادخل في الصفحه بتاعه كابشر بضغط اد نوت هنا وهو بيضيف لي نوت جديد. فمثلا هكتب هنا نوت شرح نوشن تمبلت. النوت دي تايب بتاعها النوت هي من دماغي. التاجز بتاعتها ممكن اخليها نوشن، ممكن احط تاج تاني مثلا يوتيوب. كريت التايم هو بيتحدد اوتوماتيك، ودي نوت علشان اشيرها. وهنا مثلا النوت اكتب فيها شرح نوشن تمبلت لفيديو على يوتيوب. بعد كده هنا هتلاقي حاجه اسمها اد بروجكت واد اريا، ودي هنشرحها لما نشرح يعني ايه بروجكت واريا. بس دي كانت الطريقه اللي احنا بنضيف بيها نوت بسهوله من غير ما ندخل في كابشر. فلو دخلنا في كابشر تاني هنا هنلاقي النوت اتضافت تلقائيا، فهتلاقيها متقسمه بالشهور. يعني مثلا الشهر الجاي ضفت نوت، هلاقي هنا داتابيز اتعملت تانية. هنا فوق هتلاقي كذا حاجه، نوتس واركايفد وباي تاج واول دي فيوز تانية لنفس الداتابيز، يعني تقسيمات تانية. يعني هنا مثلا في نوتس هلاقي كل الملاحظات اللي انا كاتبها اللي التايب بتاعها نوت. في اركايف هلاقي اللي متعلم عليه اركايفد بس. باي تاجز هنا في الفيو ده احنا قلنا بتتقسم على حسب الشهر. هنا باي تاجز يعني ايه؟ كل تاج هتلاقي النوتس بتاعته. هتلاقي مثلا نوشن هتلاقي التاجز اللي احنا حاطين عليها تاج نوشن وهكذا. اما اقول ده كل النوتس اللي احنا كتبناها بالتواريخ وبس. دي كانت اول صفحه ولا هي كابشر، وشرحنا ازاي تضيف نوت. بعد كده عندنا في الاكشنز دي هتلاقي صفحتين تانيين، وهي كل الحاجات اللي احنا عملنا لها اركايف. اي حاجه احنا عملنا لها اركايف في الصفحات التانيه. وتشير في الصفحه دي هتلاقي كل الحاجات اللي احنا علمنا عليها بعلامه تشير او ان احنا نشيرها يعني. وفي البروجكت هتلاقيها معموله بالتاريخ. وده كان اول جزء بتاع اكشنز. ندخل على تاني جزء بتاع اورجنايز. احنا كتبنا خلاص النوت بتاعتنا، عايزين بقى النوت دي نعمل بيها حاجه. فهتلاقي عندك هنا اورجنايز بروجكتس واريا والريسورسز. قلنا البروجكتس حاجه انت بتعملها وهتخلص زي فيديو على اليوتيوب مثلا. ارياز حاجه عامه ما بتخلص زي تعلم لغه، انت بتتعلم اللغه على طول. وريسورسز ولا ده ولا ده. فندخل في اول حاجه البروجكت دي. الداتابيز متقسمه كالتالي:
اول حاجه النيم، ده الاسم بتاع البروجكت اللي انت هتعمله، بتعلم اتعمل ولا لا. وده الاركايف، هتخليه في الصفحه بتاعه الاركايف اللي احنا قلنا عليها. والبروجرس، وهنشرح على اساس ايه البروجرس ده بيتعمل. الديو ديت، يعني المفروض البروجكت ده يخلص في يوم ايه. وتبلش، يعني هتنشر البروجكت ده في ميعاد كام. يعني ممكن مثلا ان انا بصور الفيديو ده النهارده وهعمل له ببلش بوك، فبحدد المواعيد دي هنا. فلو قلنا مثلا فيديو على اليوتيوب دي نشر. عكس الداتابيز التانية هلاقي هنا علامة صغيرة، العلامة دي حاجة اسمها سب تاسك أو مهمة تحت المهمة الرئيسية. فلو ضغطت عليها أكتب مثلا تصوير الفيديو، أكتب هنا مثلا مونتاج الفيديو، فدي بقت مهمة جانبية. وأقول مثلا الديو ديت إن أنا هصور الفيديو النهاردة وهنشر الفيديو بكرة. البروجرس بار ده بقى بيتحدد على أساس السب تاسكس دي. يعني لو ضغطت هنا هلاقي 50% من التاسك اتعملت، لو ضغطت هنا هلاقي 100%. تمام. لو دخلنا مثلا على البروجكت ده هلاقي هنا ظهر لي السب تاسكس بتتحط هنا تلقائيا. بعد كده هنا الاقي ايه، اد فروم كابشر. يعني ايه اد فروم كابشر؟ لو ضغطت عليها هنا كده، هنا هيجيب لي كل النوتس اللي انا كتبتها في الصفحه بتاعت كابشر، في الصفحه بتاعت النوتس اللي انا بكتب فيها النوتس الرئيسيه. فهشوف ايه النوتس اللي انا هحتاجها في البروجكت ده. يعني في الاول كانت معلومه عشوائيه ان انا عايز اشرح نوشن تمبلت، او ان انا او معلومه انا عرفتها من كتاب او اي حاجه. بعد كده لما جيت اعمل بروجكت او مشروع هعرف استغل النوتس اللي انا كتبتها دي قبل كده. فكده انا بحول النوت من معلومه ملهاش لازمه او هنساها ومش هعمل بيها حاجه لحاجه انا ممكن اعمل بيها مشروع فعلا. فهنا مثلا لو كنت كاتب كذا معلومه على النوشن، يعني اتعلمت حاجه في نوشن فرحت كاتبها هنا، وعرفت تمبلتس كتير وهكذا، وكل حاجه بسجلها في الكابشر. لما اجي مثلا اصور فيديو على اليوتيوب هلاقي كل النوتس اللي كتبتها على النوشن هنا، فاقدر اضيفها في البروجكت ده واستغلها في حاجه مفيده. فهنا اقول له فروم كابشر حط لي النوت دي، فكده هو عمل لينك للنوت اللي انا كنت كاتبها في البروجكت. ولو رجعت للنوت نفسها اللي احنا كتبناها في كابشر هتلاقي برضه هي كمان اتربطت بالبروجكت اللي احنا عملناه. وممكن اربطها بالبروجكت من الاول، يعني وانا بسجل النوت نفسها اروح اعمل بروجكت واروح ضايفها على الفيديو اللي انا عايز اعمله. هنا برضو في فيوز تانية زي ما قلنا. هنا اركايفد، دي الحاجات اللي احنا خلصناها خلاص. ده الديو ديت، لو عايز اعرف الحاجات اللي انا المفروض اعملها في الايام الجايه. وده تو ببلش، هنشر في اي مواعيد. ودي كانت صفحه البروجكت. تاني حاجه هنلاقيها هنا هي ارياز، هي حاجه زي البروجكت كده بس ما بتخلص. يعني هنلاقي هنا مكتوب ازاي تتكلم اسباني، دي حاجه بتعملها على طول مش حاجه بتعملها وبتخلص. هي هنا حاجه اسمها جاليريز مش داتابيز، هي حاجه شبه الداتابيز كده. فلو ضغطنا هنا نيو كده احنا بنفتح اريا جديده، نكتب مثلا اسبانيش برضو، نفتح الصفحه كده هنلاقي هنا تمبلت اسمه نيو اريا. يعني اي نيو اريا بنعملها بنضغط على التمبلت ده، التمبلت ده بيفتح لنا داتابيز. وهقول دلوقتي الداتابيز دي اهميتها ايه. هنا هتلاقي حاجه اسمها فروم كابشر. فروم كابشر هنا لو ضغطت هنا هتلاقيه ظهر لك هنا برضو كل النوتس اللي انت خدتها في كابشر. فمثلا لو قلنا هنا احنا عايزين النوت دي وضغطنا عليها كده هي اتضافت في الاريا دي، وهنلاقيها كمان ظهرت في الداتابيز اللي احنا قلنا عليها. هنا هلاقي عدد النوتس اللي احنا خدناها من كابشر، او هنا هلاقي الستاتس، يعني دي لسه ما بداتهاش، دي ان بروجريس ودي كومبليت. لو ضغطت على كومبليت دي هينقلها للاركايف، ان بروجريس هيسيبها هنا في الصفحه. ودي كانت تاني صفحه هي الارياز. تالت صفحه معانا هي ريسورسز، ودي اي صفحه مش في البروجكتس او في الاريا. يعني هنا مثلا النوت دي مش مربوطه باي حاجه فبتتحط هنا في الريسورسز، وهتلاقي هنا متقسمه بالتاجز. وبس احنا كده خلصنا كل حاجه هنا. هشرح بقى بشكل سريع علشان لو حد تاه مننا ولا حاجه. فقلنا اول حاجه هنا نيو نوت، دي نوت بيضيفها في الصفحه بتاعت كابشر. فهو هنا مثلا نوشن تمبلت، واحدد التاجز اللي انا عايزها. دي مثلا انا جايبها من، دي نوت انا كاتبها من دماغي، التاجز بتاعتها تبقى مثلا نوشن، وهتبقى يوتيوب عشان ده مثلا الفيديو على اليوتيوب. واقول ان دي حاجه انا هشيرها هنا لو عايز اضيفها في بروجكت زي البروجكت ده، او لو عايز اضيفها في اريا. بعد كده عندنا الاركايف، اي حاجه احنا معلمين صح في اركايف في صفحه البروجكت او الارياز او الكابشرد نوتس هنلاقيها هنا. وعندنا تشير، هنا هنلاقي اي حاجه احنا معلمين على علامه تشير في الصفحه بتاعت كابشر او محددين لها ميعاد هتتنشر فيه في بروجكت. بعد كده عندنا بروجكت، قلنا لو عايزين نضيف بروجكت جديد بنضغط على اد هنا. فهنا مثلا انا كاتب فيديو عن انكي وقلنا بنضيف فيه سب تاسكس زي مثلا ان هنا تصوير ومونتاج. وفروم كابشر باخد اي نوت بحطها في البروجكت، فاحط مثلا النوت دي كده، انا بقى قدامي النوتس وبقى قدامي السب تاسكس، وبحدد التاريخ اللي انا المفروض اعمل فيه الحاجه دي والتاريخ اللي انا المفروض انشر فيه الحاجه دي لو حاجه تتنشر يعني. وهنا الاقي برضو الاركايف، والاقي الديو ديت يعني المفروض اعمل الحاجه دي امتى، والاقي تاريخ النشر او المفروض انشر الحاجه دي امتى. بعد كده ارياز بتحدد هنا انت بداتها ولا خلصتها ولا لسه ما بداتهاش اصلا. وهنا بتضيف نوت من كابشر، تلاقي النوتس كلها ظهرت قدامك وبتضيفها كلها. بعد كده بتظهر في الداتابيز اللي قدامك ده. بعد كده قلنا ريسورسز، ودي الحاجات اللي مش في بروجكتس او اريا ومتقسمه على حسب التاجز. وطبعا هنا نيو نوت. بعد كده لو نزلنا هنا هلاقي بروجكتس وهلاقي ارياز علشان اوصل لها بسهوله بدل ما ادخل على الصفحه بتاعتها. وبس كده، ده كان شرح بسيط لتمبلت سكند برين على النوشن. سلام عليكم.